النهارده هنتكلم عن حاجة لذيذة قوي. هنتكلم عن ألغاز الحضارة المصرية اللي لسه محدش فاهمها لحد النهاردة. تعرفوا ان في حاجات في الحضارة المصرية القديمة لحد النهاردة بعد آلاف السنين العلماء مش قادرين ان هم يفسروها. تعالوا نشوف أغرب الأسرار اللي بتخلي مصر القديمة لحد دلوقتي لغز كبير. أول حاجة الأهرامات، حرفيا اللغز الأبدي. الأحجار اللي استخدموها وزنها بيوصل ساعات ل70 طن. يعني الحجر الواحد محتاج حوالي 100 راجل عشان يتحرك ويتحركوه كده وينقلوه. ومع كده كانوا بيرصوه بدقة هندسية خرافية. ولما تيجي تبص على الاتجاهات هتلاقي الأهرامات متوجهة بدقة لجهات العالم الأربعة، كأنهم كان معاهم GPS. العلماء بيقولوا ممكن يكونوا استخدموا منحدرات ضخمة، بس مفيش أي دليل واضح على الطريقة دي لحد النهاردة. وفي كمان لغز تاني، الهرم الأكبر مرصوص على نفس خط كوكبة الجبار في السماء. طب ازاي عرفوه بقى؟ تاني حاجة بقى هي التحنيط، والتحنيط سر لا يموت. المصريين قدروا ان هم يخلوا الجسد يفضل سليم آلاف السنين. في مومياوات لحد دلوقتي عندها جلد وشعر وأسنان بحالة ممتازة جدا. ومع كل التجارب اللي اتعملت العلماء مش قادرين يعرفوا الخلطة السرية اللي كانوا بيستخدموها، ولا المواد دي جابوها منين أصلا، وبعدها مش معروف مصدره في مصر القديمة. تالت حاجة علم الفلك عند المصريين، هما ما كانوش بس بيشوفوا النجوم، دول كانوا بيدرسوها بدقة متناهية. المعابد والأهرامات متصممة على أساس مواقع الكواكب والنجوم، وفي كل موسم بيحصل توافق ما بين الشمس ومداخل المعابد بطريقة فلكية دقيقة جدا. زي مثلا معبد أبو سمبل، الشمس بتدخل تنور وش تمثال رمسيس مرتين في السنة بالظبط، بيبقى يوم ميلاده ويوم تتويجه بالملك. رابع حاجة بقى، هل كان عندهم كهرباء؟ يعني في معبد في دندرة في نقش غريب جدا بيظهر حاجة شبه مصباح كهربائي. في ناس بتقول ده رمز ديني، لكن في باحثين شايفين ان شكل النقش ده فعلا قريب من لمبة جواها سلك ومتوصل بالكهرباء. فهل ممكن المصريين كان عندهم معرفة بالكهرباء او الطاقة، ولا دي مجرد صدفة؟ خامس حاجة دقة النحت والمعمار، يعني تماثيل حرفيا منحوتة من الجرانيت الصلب كأنها اتقطعت بليزر. ازاي ادواتهم البرونزية عملت كده؟ ولا كان عندهم مثلا ادوات تانية اختفت مع الزمن؟ ولا النقوش اللي على الجدران محفورة بخطوط مستقيمة ما اتعملتش الا بآلات حديثة؟ ده غير ان الاحجار متشابكة بدون اسمنت ومع ذلك فضلت عايشة الاف السنين من غير ما تنهار. سادس حاجة الرموز واللغة الغامضة. الهيروغليفية اتفكت فعلا، بس لسه في رموز كتير مش معروف معناها الحقيقي. بعدها بيتكلم عن قوة من السماء وسفن جاية من النجوم. في ناس شايفة انها رموز روحية، وناس تانية بتقول المصريين كان عندهم علوم خارقة او تكنولوجيا روحية ضاعت مع الوقت. في الآخر الحضارة المصرية مش مجرد تاريخ، دي عبقرية وأسرار وأفكار متقدمة على عصرها بآلاف السنين. يمكن فعلا كان أذكى مننا، أو يمكن لسه ما اكتشفناش كل اللي هم عرفوه. مصر القديمة مش بس حضارة، دي معجزة لسه العالم بيدور على سرها. ودي كانت قصتنا عن أغرب الألغاز بتاع الحضارة المصرية اللي لسه محدش فاهمها لحد النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولوا رأيكم في الكومنتات.